بقول لك ايه يا كوتش، يا لو سبت البروتين والتمرين هل العضلات هتتحول لدهون ولا لا؟ السؤال ده اتسألته كتير قوي. في ناس كتير بتسأل السؤال ده، إن لو ساب المكملات أو البروتين وساب التمرين عضلات تتحول لدهون ولا لأ؟ مفيش عضلات أصلا بتتحول لدهون أصلا، حتى لو أنت بطلت مكملات أو حتى بطلت تمرين. كل اللي هيحصل إن أنت بنيت عضلات في الفترة دي. العضلات هنا لما تيجي تريح أو تبطل تمرين عضلات أوريدي هتخس، هتريح. يعني أنت عملت عضلات، بنيت عضلات في فترة، هتيجي لو ريحت من الجيم او بطلت مكملات او عملت الاثنين مع بعض مفيش حاجه هتتحول لحاجه. ولا حتى لو حد قال لك تعالى نتمرن، لو انت عندك دهون زياده وعايز تحولها لعضلات، مفيش دهون بتتحول لعضلات ولا في عضلات بتتحول لدهون. في انك ممكن تحرق دهون بس لو انت بتخس، وفي ان انت لو ريحت من التمرين او انت مثلا عملت عضلات فتره وريحت وسبت المكملات وسبت التمرين كمان، هيحصل انك هتخس او العضلات بتاعتك هتصغر هتقل. بس مفيش حاجه اسمها بتتحول، لان دي انسجه عضليه ودي انسجه دهنيه، دي حاجه ودي حاجه. الاثنين ما ينفعش يبقوا ميكس مع بعض ولا يتحولوا من كده لكده ولا من كده لكده.